مساء الخير. تعالوا اقول لكم عملت ايه بكيلو وربع لبن منزوع الدسم باقي من اللبن اللي انا عملت بيه الفيديو بتاع اول امبارح. كان باقي حوالي كيلو وربع لبن من اللي انا شلت قشطته لو انتوا فاكرين، وغليت منه. كانوا 2 كيلو ونص. شلت قشطة حوالي 350 جرام او 400 جرام، وخدت منه 4 كوبايات لبن، يعني حوالي كيلو. بقى حوالي كيلو حاجة، كيلو جرامات. عملت منهم حوالي من 300 جرام أو يزيد. جبنة موزاريلا. كانت مفاجأة بصراحة. اللبن عندي رحت مطلعاه من التلاجة بعد ما حطيته بحوالي 3 ساعات كده، بعد الفيديو بتاع أول امبارح. جت في دماغي رحت مطلعاه ورحت جاية حطها على البوتاجاز. آه، المهم هقول لكم عملت ايه فيه. بس كمية الموزاريلا دي فعلا حوالي 300 جرام او ازيد. المعلقة اللي في ايدي دي مش معلقة، دي مغرفة، معلقة الغرف الكبيرة. طالعة كمية كويسة وتوفير. يبقى انا عملت من ال2 كيلو ونص لبن، عملت منهم كمية قشطة وغير اللي اتشرب منهم على الفطار، وغير ان انا عملت منهم كمية الموزاريلا دي. غير ما انا كمان خدت الشرش ده حطيت فيه ملح وسبته يبرد. هقول لكم عملت بيه ايه. اللبن اهوت حطيت عليه المعلقة الكبيرة دي خل، يعني حوالي معلقتين بمعلقة الأكل، ورحت سايباه على البوتاجاز. بس كان يعني دفي، بدأ يدفى. ورحت سايباه على البوتاجاز حوالي من 5 دقايق. لقيته بدأ يجمع معايا الجبنة بتاعته أو الخير بتاعه، ويفصل منه اهوت. ده بعد حوالي دقيقتين كان بادئ يبان فيه. حوالي 5 دقايق بالظبط اهو، حوالي 5 دقايق بالظبط، وراح ايه شغال معايا كويس زي ما انتوا شفتوا كده. في الاول هو هيبدأ اهوت بدأت اهيت يشتغل معايا. التدبير في البيت يا جماعة والاقتصاد جميل جدا يعني بصراحة. بيخليكي تعملي حاجتك بأقل تكلفة بدل ما نشتريها جاهزة. اهوت بعد حوالي 5 دقايق بدأ يربط اهوت، ربط وفصل من الشرش بتاعه. بدأت اخده. مساء الخير يا حبايبي. جماعة اهيت لو انتوا فاكرينها. دولت دي كانت معدية طبق 350 تقديرنا صغير، جرام معدية قشطة. حوالي 300 جرام، 350 أنا جرام كان أو ممكن أكتر كمان. أرجعه التلاجة وادي تاني كوبايتين لبن، علشان غير ما أخد أنا منه كنت نسبة قشطة سايبة تانية كوبايتين تاني يوم، كمان. وبعد كده ممكن أدفيه هما وخدت في فرن عملت منهم البوتاجاز. مساء الخير الشرش حبايبي. بقى يا جماعة. دولت حطيت فيه الجبنة 350 القريش اللي عندي جرام وحطيتها قشطة. في أنا يا ريت طلعتهم الفيديو من يعجبكم 2 كيلو ونص شير لبن. ولايك اللبن علشان عندنا أوصل ب20 لكم جنيه كل جديد من شطارة ست. جبت 2 كيلو ونص، السلام عليكم ورحمة الله 25 جنيه. وبركاته. شلتهم في التلاجة يومين وطلعتهم.